استراتيجيات النجاح في العمل. لو انت عاوز تنجح في شغلك وتحقق فيه نجاح كبير قوي، ركز في الفيديو ده للاخر واعمل شويه الحاجات اللي هقولك عليهم دول. ان انا انجح في شغلي فدي حاجه من اهم الحاجات اللي الناس كلها بتفكر فيها. انا عايز ابقى ناجح في شغلي، ازاي ابقى ناجح في شغلي وازاي ان انا اقدر اطور من نفسي وازاي ان انا اقدر اعزز من قيمتي جوه الشغل. خلينا نركز على شويه حاجات. اول حاجه لازم اعرفها ان المجهود الزياده عن اللزوم ما بيبقاش حاجه صح في الشغل، لان انا بعمل مجهود كبير قوي تمام، ممكن في حاجات غلط او في حاجات مش بتنتج او في حاجات مش هي اللي انا عاوز احققها دلوقتي. ركز على الاولويه او الاهم، الحاجات المهمة اللي محتاج ان انا اعملها علشان اقدر ابين شغلي. زي مثلا ركز على البورتفوليو بتاعت المشروع بتاعك او بتاعت الشركة بتاعتك، ركز على سابقة الاعمال، ركز على الحاجات الصغيرة اللي انت شايف ان هي حاجات صغيرة مش هي دي اللي هتفيد الشغل، لا هي دي اللي هتفيد الشغل. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تتكلمش كتير وركز على المجهود اكتر من الكلام. امشي باتيتيود حاجه اسمها اكشن ستوك، المجهود هو اللي بيتكلم مش انا اللي بتكلم عن شغلي. تالت حاجه، خليك دايما بتساعد الناس اللي حواليك، علشان لما بتساعد حد ربنا بيبعت لك اللي بيساعدك. فركز على الثلاث حاجات دول، ولو فادوك وحاسس ان انت مبسوط وحاسس ان انت انجزت حاجه، شاركنا في الكومنتات وقول لنا ايه الحاجات اللي انت بتعملها عشان تقدر تنجح في شغلك. وشكرا.